سيخضع لاعب ريال مدريد جود بيلينغهام لعملية جراحية في كتفه بعد انتهاء كأس العالم للأندية 2025 لمعالجة مشكلة مزمنة يعاني منها. من المتوقع أن يغيب بيلينغهام عن الملاعب لمدة 12 أسبوعاً بعد العملية، مما يعني أنه لن يتمكن من المشاركة في بداية موسم الدوري الإسباني 2025-2026. تعرض بيلينغهام 21 عاماً لخلع في كتفه الأيسر في نوفمبر 2023 أثناء مباراة ريال مدريد ضد رايو فاياكانو، ومنذ ذلك الحين يعتمد على واق خاص للكتف في معظم مبارياته. تؤكد مصادر داخل ريال مدريد أن التدخل الجراحي ضروري لضمان تعافي الكتف وتجنب تكرار الإصابات. تأجلت العملية بسبب ضيق جدول المباريات، ولكنها ستجرى في نفس العيادة التي استقبلت لاعبين آخرين من ريال مدريد لإجراء جراحات مختلفة هذا الموسم. وتشير المعلومات إلى أن بيلينغهام ربما عانى من مشاكل مشابهة في الكتف خلال فترة لعبه مع بوروسيا دورتموند 2020 إلى 2023.